السلام عليكم. معكم سامي من الحزب الفيدرالي التونسي من ألمانيا. نحب نبدأ كلامي بالترحم على الشهيد الوطن محمد إبراهيمي، ونقدم تعزية الحارة لجميع أفراد عائلته. بالنسبة للشهيد محمد إبراهيمي، هو أحد رموز حركة تيار الشعب، وواحد رموز التيار القومي العربي في تونس. هذا مناضل راهو كبير ياسر، ناضل في وقت بورقيبة وفي وقت بن علي. شد الحبس في عامين، عام 1981 وعام 1986، وتعرض للمضايقات من عند البوليس السياسي في وقت بن علي. بالنسبة للأسباب هذه تاع الاغتيال تاع الشهيد محمد إبراهيمي، هو انسحاب محمد إبراهيمي من حركة الشعب قبل أسبوعين، بعد ما كان هو معناها أمين عام لحركة الشعب. وهو تفطن معناها انه حركة النهضة بدأت معناها تتوغل في الأحزاب المعارضة وتحب تسيطر كما نقولوا نحن على الأحزاب الصغيرة اللي على سبيل المثال معناها حركة الشعب، وتحب معناها كما نقولوا تكون أحزاب موالية لها، كما كان يعمل بن علي معناها عامل أحزاب ديكور وأحزاب موالية. هو معناها رفض معناها انه حركة الشعب تكون موالية لحركة النهضة. وعملية الاغتيال هذه كما حكيت لكم عملية بشعة بأقصى حدود، ب11 رصاصة. وقبل الاغتيال معناها توعدوا الضحية، توعدوا معناها النهضاوي صاحبي عتيق باستباحة دم كل معارض لحركة النهضة. وذا راهو عندهم مخطط كبير ياسر، معناها أي إنسان باش يبداو هو كما نقولوا بالمعارضين الصغار، والمعارضين حتى نوصلوا معناها لهم المعارضين في حركة النهضة. المخطط هذايا تاع الاغتيالات السياسية أنا راني كشفته لكم في عديد من الفيديوهات. في فيديو سابق أنا قلت له الغنوشي عنده قائمة سوداء الاغتيالات السياسية باش يصفي هو رشد الغنوشي المجرم المعارضين الكل، باش يحللوا الجو في تونس ويحكم تونس إلى أقصى وقت ممكن. هما بداو راهو بعبد الفتاح حمر هذاك تاع ملفات الفساد، وطارق المكي الله يرحمه معناها مؤسس حركة الجمهورية الثانية، قتلوه بالسم. معناها ما قتلوش هما معناها المعارضين الكل بالرصاص ولا بالكرتوش. معناها عندهم اغتيالات معناها واساليب اخرى كيما بالسم، ويقول لك سقطة قلبية. ولطفي نقز قالوا انه مات بسقطة قلبية، مات معناها كيما ريتو معناها قتلوه جماعة لجان حماية النهضة. لطفي نقز من حركة نداء تونس، والشهيد شكري بالعيد الله يرحمه من الجبهة الشعبية. وزاد قتلوا زاد ولد خوه الهاشمي الحامدي من العارضة الشعبية، ومحامي فوزي مراد اللي هو محامي معناها محامي معروف من حركة من الجبهة الشعبية. وقتلوا زاد صالح كركر بالسم اللي هو كان من حركة النهضة، وكان معناه معارض عارض راشد الغنوشي على الأساليب متاعه، كان كما يقولوا في التيار الإصلاحي لحركة النهضة، وكان حسين من حزب العمال الشيوعي. والليست هذيا كما قلت لكم ليست تطول، وما زالوا باش يقوموا باغتيالات سياسية، ماهمش باش يوقفوا. ووصولا الى شهيد اليوم معناه محمد إبراهيمي من التيار القومي العربي. الحل يا توانس اليوم هو التمرد واسقاط حكومة الإخوانجية المجرمة التي معناها يقود فيها المجرم السفاح راشد الغنوشي، اللي ناوي باش يجي بالمرتزقة من ليبيا باش تقتل التوانسة اللي باش يتمردوا ضدها.
اللي يحب الهدف نتاعو من الاغتيالات والجبال المرتزقة من ليبيا هو تركيع الشعب التونسي إلى آخر فرد. الحل كما قلت لكم التمرد ثم التمرد ثم التمرد. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.